السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل القطايف بعجينة حلوة بطريقة جميلة احسن من الطريقة اللي انا عملتها لكم قبل كده. بس انا هعمل العجينة بس مش هحشيها، يعني انا هسويها قدامكم ومش هحشيها، يعني هحشيها في اي وقت وابقى اصورها لكم وانا بحشيها. ماشي؟ بس الطريقة دي جميلة، انا جربتها وقلت اوريها لكم. عندي 3 كوبايات دقيق، نفس الكوبايه اللي هتكيلي بيها الدقيق هي اللي هتكيلي بيها الميه، هي اللي هتكيلي بيها السميد. عندي 3 كوبايات دقيق، كوبايه الا ربع سميد اللي هو سميد البسبوسه، اللي هو الدقيق بتاع البسبوسه اهو. ماشي حبايبي؟ وعندي اللهم صل على النبي 3 كوبايات دقيق، هنحط عليهم كوبايه الا ربع سميد. هنا بقى عندي 3 معالق لبن بودر، معلقتين سكر كبار، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ماشي، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره. بصوا حبايبي انا حطيت البيكنج باودر مرتين، هنا البيكنج باودر اهو نص معلقه، وهنا معلقه خميره صغيره، معلقتين سكر، 3 معالق لبن بودر. ماشي، هنحطهم على الدقيق كده. حطيت الخليط كله على بعض اهو، واربع كوبايات ونص ميه دافيه اهو، 4 كوبايات ونص ميه دافيه اهو. ماشي، وهنضرب بالهاند بريندر، ما عندكيش اضربيهم في الخلاط مفيش مشكله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهو يا حبايبي ضربتها كويس قوي. بصوا السمك بتاعها ده حلو قوي. بصوا طالما ما بتفصلش المعلقه كده يبقى العجينه مظبوطه اهو. بصوا اهو. ماشي، هنفضيهم وهنسيبها تستريح 10 دقايق ربع ساعه، وارجع لكم بعد 10 دقايق او ربع ساعه اهو. ماشي يا حبايبي، هنفضيهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، عندنا الطاسه دي اي طاسه تيفال، اهم حاجه ما تكونش بتلزق. ماشي يا حبايبي، وهنجرب واحده كده وهنشوف الدنيا فيها ايه على نار هاديه اهي. ماشي، شايفين الفقاعات دي؟ ده من نجاح القطايف. شايفين؟ بصوا اما تختفي دي خالص العجينه اللي في النص دي يبقى كده استوت اهي. دقيقة تاني، مش عايزة اقفل الموبايل لما تشوفوا اول واحدة احنا عملناها ازاي اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهي، كده استوت خلاص اهي. بسم الله ما شاء الله، تحفة. وتطلعيها كده وهتحطيها على ورق مناديل وتغطيها. بصوا السوا بتاعها تحفة اهي اهي، وتغطيها بفوطة اهي. ماشي، نعمل واحدة تانية. بصوا حبايبي طالعة تحفة المرة دي، أحلى من المرة اللي فاتت. شايفين؟ بصوا السوا بتاعها وطرية، هتحشيها بسهولة ولا بتشقق ولا أي حاجة. شايفين الجمال أهي؟ بصوا تحفة. بصوا حبايبي شغالين اهو، بصوا ما شاء الله السوا تحفه.
بصوا حبايبي، اهم حاجه كده العجينه تختفي زي ما انتم شايفين كده، العجينه تختفي وتطلعيها اهي. بصوا باسهل يعني سهله. بصوا السوا بتاعها تحفه. انا عملت طاستين عشان نخلص بصراحه، بس دي شكلها بتلزق. بصوا استكفينا بالطاسه دي لان دي اللي تحت المعجنات، دي بقت تلزق معايا. لو انها مش يعني خامتها ما بتلزقش بس بقت تلزق، فانا استكفيت بدي. ما ينفعش تحطي حوالينها بيسيحوا على بعض، يعني جربت جميع الوسائل عشان اخلص واخلصها بسرعه، لقيتها ما ينفعش الا واحده واحده. بس هي تحفه بصراحه، بدل ما تشتريها من بره. بصي اول ما العجينه دي تختفي يبقى استوت، يعني ما تحاوليش تقلبيها قبل كده. بصوا اهي، بصوا بتختفي واحده واحده اهي، ما شاء الله. بصوا اهي اهي كده خلاص، لسه في حته في الجنب اهي اهي. اهي حتى لما بتستوي تتشال معاكي بسهوله. بصوا عايزه اوريكم بس ظهرها. بصوا اهي، بصوا بالسوا تحفه ما شاء الله، وطريه وجميله ومفرغه حلوه قوي. ماشي، يعني 3 كوبايات دي عاملين لنا كميه بتاع 1.5 كيلو قطايف. ليه نشتريها من بره؟ اهي مفيش اسهل من كده. بصوا بصوا الكميه، انا مغطياها بس عشان ما تنشفش، وهرصصها في طبق اهي. بصوا بصوا الكميه، عملنا الصغيره وعملنا الكبيره اهي. بصوا تحفه ما فيهاش غلطه، ملبن اهي ما شاء الله. بألف هنا وشفا. دي احلى من اللي انا عملتها الفيديو اللي فات، يعني الطريقه دي احلى من المره اللي فاتت بصراحه. احنا دايما بنتعلم من بعض. بصوا كده شايفين السوا؟ انا برضو ايه، السوا على نار هاديه مش نار عاليه. لو نار عاليه هتشعوطيها وهتتشعوط منك. على نار هاديه، مش محتاجه كل المكونات في البيت، فمش محتاجه ان انت تشتريها من بره ومش عارفه اتعملت ازاي، فانت تعملي حاجتك بايدك احسن وافضل. شايفين؟ بصوا العجينه قربت تختفي اهي، وحتى لما بتختفي بتطلع معاكي بسهوله اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي تحفه اهي. بصوا السوا بتاعها اهو اهي ما شاء الله، جميله تحفه اهي. بس اهم حاجه تغطيها اهي. بصوا حبايبي، عملنا بتاع 50 واحده من 3 كوبايات دقيق. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا السوا، يعني ليه نشتريها؟ ليه نشتريها جاهزه؟ ليه ما نعملهاش؟ شايفين؟ شايفين الطراوه؟ شايفين؟ بصوا بصوا العجينه ولا بتشقق ولا بيجرى لها حاجه. انت بتجيبيها من بره تيجي تحشيها تلاقيها كلها شققت، لا بصوا تحفه. رصصها بقى كده في الطبق اهي، وعلى بعد الظهر ان شاء الله احشيها. هبقى اعمل لكم بيها فيديو تاني وانا بحشيها وانا بعمل الشربات بيها اهي. بصوا تحفه اهي، بسم الله ما شاء الله يعني اهي اهي. اهي لكننا مشترينها من بره اهي، ما عملتش حاجه من وراكم اهو، كله قدامكم اهو. بسم الله ما شاء الله على العجينه، حكايه حكايه اهي. بصوا انا لسه بكمل الكميه، لسه ما خلصتش. تحفه اهي. بصوا السوا اهو. اما بتسيبيها تحمر شويه بحس ان هي نشفت، فلازم تطلعيها اول ما تشرب العجينه خالص، تحس ان العجينه استوت من فوق، يعني زي دي كده. بصوا انا سبتها شويه حاساها اني ناشفه. بصوا اهي، لازم تطلع قبل كده بشويه، ما يجراش حاجه هتتحشي برضو. اهو مفيش حاجه بتترمي، كله بيتعمل وكله بيبقى زي الفل ما شاء الله اهو اهو. تحفه 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 تحفه. شطوره يا ام يوسف. خلصنا الكميه اقل من نص ساعه، عملنا 50 واحده ب3 كوبايات دقيق. ليه نشتريها من بره؟ زي شايفين الجمال، شايفين الحلاوه؟ بصوا تحفه
تحفه. بصوا يعني ممكن تحشوها كده، تقفلوها كده وتسيبوا دي مفتوحه وتحمروها وتحشيها كريمه، وممكن تقفلوها تحشوها مكسرات زي ما انتوا عايزين. الحشوه بتاعتكم ليه تشتريها من بره؟ بصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه، بصوا بصوا بصوا، حتى اللي اتحمرت قوي دي هتبقى تحفه، مفيهاش اي مشكله اهي. ماشي يا حبايبي، بألف هنا وشفا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واحلى قطايف من ايد ام يوسف، واسهل قطايف من ايد ام يوسف. ربنا يبارك في عمركم ويكفيكم شر المرض، اهم شيء. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي.